يوم كارثي وحزين للكرة المصرية. لو اعتبرنا ان النادي الاهلي بالتعادل بتاعه منذ قليل 2-2 مع سان داونز يعني بيأخر وجوده في الدور القادم، وان كان طبعا الامل موجود بالنسبه للنادي الاهلي. لكن لو ابتدينا بهزيمه نادي الزمالك النهارده من الترجي 2-0، ثم هزيمه منتخبنا الوطني للشباب 4-0 من المنتخب السنغالي وخروجهم من بطوله الامم الافريقيه للشباب على ارض مصر ووسط جمهوره، دي تعتبر كارثه في كرة القدم المصرية، وحزن كبير أكيد المصريين النهاردة بيعيشوه سواء بقى زملكاوية أو أهلاوية من خلال النتائج، وأيضا المصريين بشكل عام بخروج منتخبهم رسميا من هذه البطولة وعدم الوصول بقى لكأس العالم. يبقى يوم حزين، يوم حزين، ولازم نشوف ونقول إيه اللي بيحصل. يا ما قلنا إيه اللي بيحصل في الكرة المصرية، سيبكم بقى من الأندية، هتكلم في منتخب مصر وهتكلم إيه اللي بيحصل وليه ليه بيحصل كده.